ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبايظ المثقفون. إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد، يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته. أنا إذا غلا علي شيء تركته فيكون أرخص ما يكون مهما غلا. الإنسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة الفقاصة والنهم حياته هتفسد، لأنها هتتحول إلى قلق وصراعات وانحرافات هتفقده طعم الإحساس باللذات اللي بيجري وراها. زمان كنت أتحكم في رغباتي وشهواتي بالاستغناء، دلوقتي هم اللي بيتحكموا فيا بالغنى. يا فندم أنا صاحب مبدأ في الحياة، أنا بحارب الغلاء بالاستغناء. وقد اعترف أمامنا بأنه صاحب مبدأ. في حالة الانفعال الكل بيتساوى في تقبل الإيحاء، مفيش فرق هنا بقى بين غبي وذكي أو متعلم ومثقف. الخوف بيعطل التفكير ويشيل القدرة على التصرف. خوف الناس من المستقبل بيسبب لهم قلق، والقلق بيخلق الاستعداد لتقبل الإيحاء، وفي ظل الإيحاء الناس بتصدق أي حاجة. الإيحاء في جوهره هو تثبيت فكرة معينة في الذهن، اللي يخاف من العفريت يطلع له. اللي عرفني بأسس الميتافيزيقيا وقواعد المنطق الرياضي وأساليب البحث عن الحقيقة قادر يحركني بأساليب الدجل وفن الشعوذة. شعوذة أي الشعبذة، كما قال ابن خلدون في المقدمة يا جاهل. أفهم من كده إنك بتجهل المجتمع وتتهمه بالجهل؟ لا، والضعف الضعف ما بيفرقش بين جاهل ومتعلم. هما اللي بيخلقوا الدجال ويصنعوه بإرادتهم، زي ما صنعوا الحجر تمثال وعبدوه.